في اول الحلقه كده هسال سؤال وعايزكم تجاوبوا نفسكم عليه على ما نوصل لغايه اخر الحلقه. لو اتزحلقتوا في الشارع في قشره موز بتقلبوا الموضوع نكد ولا بتبداوا تضحكوا وتقلبوا الموضوع هزار؟ لما بنتزحلق في الشارع في قشره موز او بنتكعبل في اي حاجه ونقع نتهبد على الارض بيحصل احتمال من اتنين. اول احتمال هو اننا نقع في الارض ونكركع من كتر الضحك، ولو معانا حد ممكن كمان هو يقع معانا من كتر الضحك. مش بس كده، ده ممكن كمان يقوم قبلنا ويشدنا ويقومنا ويساعدنا، فبالتالي يعدي علينا موقف بسلام وهدوء وشكل لطيف وظريف. والاحتمال التاني هو اننا لما نقع في الشارع ونتزحلق وارد جدا ان احنا نحس بالاحراج ونحس بالمضايقه ونبدا ننكد على نفسنا وننكد على الناس اللي حوالينا ونحس ان اللي حوالينا دول ممكن كمان يتريقوا علينا. وده بيحصل احيانا ان هم فعلا يبداوا يتريقوا علينا وياخدونا وسيله للهزار والتنمر والتريقه فيقلب الموضوع كله نكد. الفرق في الموقفين هو رد فعلنا احنا. اوقات بنعدي المواضيع بسلام وسلاسه وهدوء فتعدي، واوقات نكبرها ونحطها في شكل اكبر من شكلها وحجم اكبر من شكلها ونحسس نفسنا بالاحراج ونقلب الموضوع كله نكد. الكلام ده فكرني احيانا في شغلي لما بعرض حاجه على واحد زميلي واغلط فيها، اقول لنفسي ايه الهبل ده؟ ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ وعديها واخلي الموقف يعدي بسلام وبضحك. مع انه في مرات تانية لما بغلط وانا بعرض الحاجه ببدا ابرر اخطائي للشخص اللي قدامي وابدا اقول له ده انا غلطت علشان كذا وكذا وكذا، ويقلب الموضوع كله بتبريرات ونكد وقلق. في مقوله حلوه بتقول العلاج الناجح للاحراج هو ان تمتلك الثقه الكافيه للسخريه من نفسك. محتاجين يبقى عندنا ثقة كفاية ان احنا نسخر من نفسنا ونتريق على نفسنا، مش تقليل منها، لا، علشان نعدي المواقف بهدوء وسلام. فلو حصل لك اي شقلباظ في الحياة اضحك، عديها، اضحك بثقة في نفسك على نفسك. واشوفكم مرة تاني في بيت كريم.